السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد مع حضراتكم زي كل يوم زي كل فيديو. نحب ندعي لاخواتنا في فلسطين، يا رب انصرهم، يا رب احفظهم. اخبار كتيرة، اخبار جديدة. النهارده يوم السبت الممتاز. عندنا ماتشات كتيرة، الدوري الانجليزي، الدوري المصري، في كلاسيكو المانيا، في نهائي كوبا امريكا الجنوبية. احداث كتيرة حابين نتكلم فيها. لو نفتكر مع بعض ساعة ماتش صن داونز والاهلي، كنت عملت فيديو وكتبت فيه ان الدم بيحن. الدم بيحن، طبعا الكلمة دي بتعود على موتسيبي اللي كان في يوم من الأيام رئيس نادي صن داونز، وهو حاليا رئيس الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي اللي كان كل ما الأهلي ياخد البطولة يقول لك مفيش فريق في أفريقيا غير الأهلي. الاتحاد الأفريقي اللي كان بيدور أي حاجة اللي هو يحرم الأهلي اللي هو يكسب أي بطولة، سواء تطلعوا من المجموعات أو يطلعوا من قبل النهائي أو يخسروا النهائي. نظرا ان الاهلي كل ما ياخد البطوله كل ما التسويق بتاعها بيقل، فدي الناس عايزه ابطال جديده، عايزه فرق جديده. طيب يا عم الحاج، النهارده في بطوله الدوري الافريقي فرقتين، صن داونز والوداد، مفيش فيهم اهلي. طيب يعني مطلوب منك اللي انت تطلع البطوله على اكمل وجه، وتطلع البطوله تنظيم وتسويق كويس. يعني انت بتدور على التسويق. طيب الاهلي ما هوش في البطوله، مش في النهائي، وعندك النهائي الوداد وصن داونز. يا اللي انت بتدور على التسويق، في حد بيعمل نهائي تاني، نهائي العودة، المسرح كله اتعمل الساعة 3 الظهر؟ يبقى ده انت مش في دماغك الاهلي، ده انت في دماغك حاجات تانية اتكلمنا عليها. علشان لما نقول الدم بيحن، والله العظيم تملي الكلام بيطلع صح. قلنا الدم بيحن، هو موتسيبي هو عايز صن داونز ياخد بطولة بالذوق بالعافية، هو عاوز صن داونز ياخد بطولة. غير له ماتش الذهاب مع الاهلي من الساعه 7 للساعه 3، وقلنا ماشي عشان ده خاطر بيلاعب الاهلي بس لازم تجيبه الساعه 3. طيب تقوم تعمل النهائي الثاني على ارضك والساعه 3؟ طب فين التسويق اللي انت بتدور عليه؟ قلنا ده انت عندك بطوله ما هياش في اوروبا، يعني اوروبا كلها بتبص لك على البطوله ديت علشان هم عايزين ينظموها، تقوم انت تطلعها بالمنظر ده في نهائي بيتلعب الساعه 3 العصر؟ ده في اوروبا. يعني لو جينا نبص كلاسيكو اسبانيا، الريال وبرشلونه كان بيتلعب الساعه 4 وربع، في توقيت مناسب للعالم كله يتفرج عليه علشان يجيب نسبه مشاهده ويجيب تسويق كويس. بيتلعب الساعه 4 وربع، بيدوروا الاول على ميعاد يناسب لجميع الدول، جميع العالم. لكن انت تلعب نهائي الساعه 3، ولو انت كنت عايز تلعب نهائي الساعه 2 هتلعبه الساعه 2. انت مش في دماغك تسويق. انت قعدت على كرسي، انت عارف اللي اصلا كده كده القاره دي قاره فاشله، واوروبا عارفين اللي قاره افريقيا هي قاره فشله. طيب تقوم انت من جواك مثلا بتاكد كلامهم، يا ريتك عايز مثلا تكذب كلامهم، لا ده انت عاوز تاكد كلامهم. هنا الموضوع ما فيش فيه اهلي في البطوله ولا كل ده علشان الاهلي خرج. انا دلوقتي ماليش علاقه بالاهلي، انا بتكلم على واحد كان عاوز يسوق البطوله صح. واحد كل ما تيجي تكلمه مثلا يقول لك ما فيش الا الاهلي، او الاهلي بيلعب في النهائي، او انت عايز تعرقل الاهلي علشان ما ياخدش البطوله علشان نسبه تسويقها بتقل. طب انت عندك دلوقتي النهائي الاهلي اللي بيشترك فيه، طب ما تسواها صح. لا، انا اعمل اللي انا عايزه ومش هيفرق معايا التسويق. هو اصلا كده كده الراجل ده يعني موتسيبي هو راجل مليونير ملياردير، فمش هتفرق معاه. والراجل ده بالبلدي كده هو جاي دوره دورتين وياخد نصيبه هيمشي. فالراجل مش فارقه اللي هو يخش في جيبه فلوس او اي حاجه، قد ما فارقه معاه ان صن داونز ياخد بطوله.
هو ده اللي هو بدور عليه. كل اللي بدور عليه صن داونز ياخد بطوله وخلاص. فالاتحاد الافريقي كل مره وكل موقف بيثبت لنا ان المصالح الشخصيه هي اولى. واحد هيقول لك مثلا انت فوزي لقجع ممكن يتكلم ويرجع التوقيت او يعدل التوقيت. يا باشا ما فيش الكلام ده. يعني هو فوزي لقجع وموتسيبي الاثنين بيطبخوها سوا، والفرق وبقيه القاره هم الضحيه. يعني انت قبل ما الاتحاد الافريقي يعدل التوقيت، هل فوزي لقجع ما عندوش مانع؟ هل فوزي لقجع ما كانش عنده فكره؟ عنده فكره وعنده كل حاجه. لكن فوزي لقجع ممكن ما يقدرش يتكلم. ليه؟ لان طبخوها مع بعض سوا. 2022 ادينا لك النهائي، عندك النهائي الثاني وكان من ماتش واحد وظلمنا الاهلي واتفضحوا كلهم قدام العالم، اتفضحوا. فالنهارده اعملها انا عندي، النهارده عندك بكره عندي، نشيل بعض كده. هي قاره افريقيا ماشيه كده. الاتحاد الافريقي هو ماشي الكوره في افريقيا بالوضع ده. صحوبيه، والنهارده عندي وبكره عندك، والجو ده كانك بالظبط قاعد مع واحد صاحبك على القهوه، النهارده جبت له شاي، بكره هو جاب لك ينسون. همهم نفس السعر. دي الكوره في افريقيا. كنت اتمنى هي بطوله من 14 ماتش 8 فرق. كنت اتمنى ان هي تطلع بشكل افضل من كده. مش عشان خاطر حاجه، عشان خاطر ان البطوله ديت ما هياش في اوروبا. على الاقل كنت تخلي منظرنا قدام اوروبا شويه حلو شويه. لكن الاتحاد الافريقي هو له حسابات تانية، هو له عقليه تانية. طيب النهارده ان شاء الله عندنا مباراه الاهلي مع المقاولين. كولر استقر على قائمه الفريق. هي في حراسه المرمى مصطفى شوبير، حمزه علاء، مصطفى مخلوف. خط الظهر عبد المنعم، رامي ربيعه، محمد هاني، عوده كريم ندفد، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، امام عاشور، كريستو، احمد نبيل، كوكا، بيرسي تاو. خط الهجوم انطوني موديس، صلاح محسن، مع غياب الشناوي ومعلول ومروان عطيه وحسين الشحات. اكرم توفيق ده راحه على راي كولر. كهربا بسبب عقوبه الايقاف من الموسم الماضي. رضا سليم بعد عمليه الترقوه. كنا امبارح قلنا يا ريت نتمنى من لعيبه الاهلي ومن الجهاز الفني وصالحه الجمهور اداء ونتيجه. ننسى مباراه ماتش صن داونز وننسى اللي حصل فيه وبدايه صفحه جديده. ويا ريت نحس بالجمهور، وان الجمهور مش هيقبل اللي اي بطوله تانية بعد كده تضيع، لان 2 بطولتين في خلال شهر ونص كتير قوي. حاجه تانية برضو، النهارده عندنا مباراه في الدوري المصري. في عندنا الاهلي مع المقاولين زي ما قلنا، وفي تقريبا البلديه وفاركو. في عندنا دوري انجليزي، في فولهام مع مانشستر يونايتد، في سيتي مع بورنموث، في عندنا نيوكاسل مع ارسنال، مباراه كويسه جدا. في الدوري الاسباني ريال سوسيداد مع برشلونه، في كلاسيكو المانيا بايرن ميونخ مع بروسيا، وفي نهائي كوبا ليبرتادوريس فلومينينسي البرازيلي مع بوكا جونيور. مباراه الساعه 10 بتوقيت القاهره على بين سبورت 2. اللي مش عارف، المباراه 10 بتوقيت القاهره، بين سبورت 2، مباراه فلومينينسي وبوكا جونيور. اتحاد امريكا الجنوبيه اختار ملعب ماراكانا، هو مباراه واحده. اختار ملعب ماراكانا لمباراه النهائي كملعب محايد، زي بالظبط لما الاتحاد الافريقي اختار ملعب الوداد 2022. بس هنا فرق، الملعب ده كانوا مختارينه من البدايه. يعني ملعب ماراكانا ده في البرازيل اختار من البدايه مع زياده الجوائز بتاعه البطوله. علشان كده محدش اعترض ان البطوله دي الملعب بتاعها متحدد من البدايه، مش زي افريقيا.
لما الاثنين قربوا يوصلوا للنهائي، اعلى الملعب النهائي. طبعا فرق بين امريكا الجنوبيه واوروبا، او الفرق بين اي حته وافريقيا، فرق بين السماء والارض، شتان. طيب فلومينينسي وبوكا جونيور، مباراة الساعة 10. فلومينينسي هو فريق يسعى للحصول على أول لقب في البطولة ديت. طبعا فلومينينسي لعب النهائي مرة واحدة، كان عام 2008، خسر بضربات الجزاء من فريق من ليجا ديبورتيفو من الإكوادور عام 2008. النهارده بيسعى للحصول على أول لقب في تاريخ البطولة دي. على الجانب الثاني برضه بوكا جونيور لعب النهائي 12 مرة في تاريخه، حصل على البطولة 6 مرات، بيسعى للمرة السابعة. آخر نهائي كان لعبه عام 2007، خسر من فريق جريميرو البرازيلي. امبارح كنا سمعنا كلام ان الاحتمال المباراة تتأجل او تتلعب من غير جمهور، نظرا ان المباراة في البرازيل، وكان امبارح على شاطئ ماراكانا مجموعة من جمهور بوكا جونيور على الشاطئ، حصرهم مجموعة من شباب البرازيليين هو جمهور فلومينينسي، وكان في هناك اعمال شغب والشرطة اتدخلت، وكان في شوية حوارات كده. الشرطة البرازيلية اتدخلت وخدت عدد كبير من جماهير بوكا جونيور، بما ادى ان السفير الارجنتيني في البرازيل اتدخل واتكلم، والشرطه اتكلمت، وكان في اتجاه ان المباراه لا اما تتاجل او يتلعب من غير جماهير. لكن حوار اللي هو يتلعب من غير جماهير في امريكا الجنوبيه بشكل عام ده مستحيل. لان لو نفتكر مع بعض 2018 تقريبا او 2019 نهائي بوكا جونيور مع ريفر بليت، الحوار المشكله اللي حصلت، وجمهور بوكا جونيور ضرب الباص بتاع ريفر بليت، وكان في 80 حكم اعترضوا اللي هو يحكموا ماتش زي ده، وكان في صحفي طلع قال لك احنا في فكره ان احنا نلعب المباراه من غير جمهور. مش عايز اقول لك ان الصحفي ده بعد ما قال كلمته في خلال نص ساعه كانوا الجمهور مموت الصحفي ده، حرفيا قتلوه اغتالوه. وكان في 80 حكم كانوا رافضين اللي هم يلعبوا اللي هو يحكم الماتش زي ده، مما ادى ان الاتحاد في امريكا الجنوبيه اعلن ان المباراه هتبقى من مباراه واحده، ولغى مباراه الذهاب كان تقريبا 1-1 في بوكا جونيور، والمباراه انتهت راحت لملعب سانتياغو برنابيو في ريال مدريد، وقدر فريق ريفر بليت اللي هو يكسب بالبطوله دي. فالنهارده الصبح في عدد كبير جدا جدا من جماهير بوكا جونيور رايحه البرازيل. فكره ان هو يلعبوا المباراه من غير جمهور ده مستحيل تحصل في امريكا الجنوبيه. فالمباراه النهارده الساعه 10 على بين سبورت. ده بس كل الاخبار وكل الاحداث حبينا نشارككم فيها، وحبينا نعرفكم الاخبار والاحداث الجديده. لايك وشير يوصلنا كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية.